يا صباح أو مساء الخير عليكم، معاكم سامح من قناة سامح سبيد. والنهاردة هقول لكم على أفضل 5 أنواع حمام موجودة في مصر والناس بتحبها وبتعشقها. وأول نوع هنبتدي بيه هو الحمام الزاجل. الحمام الزاجل ده من زمان، من زمان أوي الناس عارفاه إن هو بيستخدم كرسايل في الحروب، ويستخدم كرسايل عشق وحياة من زمان يعني في الكلام دوت. والحمام الزاجل أنواع. اولا النوع الذكي بينزل منه كذا نوع، كمان نوع من الشهير بتاعه اللي هو الناس بتستخدمه كتير وبتقليه وبتربيه، النوع الرميات. والرميات نوعين، المراسلات والرميات بألواحها. يبقى المراسلات الزاجل بينقسم نوعين، الزاجل اللي هو المراسلات والزاجل اللي هو الرميات. الرميات ليها ألوان كبيرة، يعني منها الأبيض والأزرق والأشائي ومنها والأسود، ليها كذا نوع. ودلوقتي فعلا بقت حاجة مش حلوة، الناس بدأت تهجن الحمام دوت بأنواع تانية عشان تستخدمه كطير في النش وطير في الغاية والغاية والعشش اللي هي ايه دلوقتي حاليا موجودة في مصر على طول. وبيستخدموا الرميات ديت عشان نفسها طويل وبتجري مسافات طويلة جدا. الرميات الناس بتعشقها عشان هي فعلا بتجري مسافات طويلة جدا، بيستخدموها في الطير والنش. النش بقى اللي نستخدمها نقوله في حلقات تانية، النش ده موضوع كبير جدا. فالموضوع النش اللي احنا هنتكلم فيه بعد كده، النش ده بيستخدم عشان الطير في العشش بيمسكوا الحمامتين مع صح الرواية بقى عشان أنيت الحمام ده وربيته. بيستخدم اللي هو ايه، بيربط الحمامتين مع بعضيهم، بياخدوا مسافات طويلة من منطقة لمنطقة عشان يخشوا حمام تاني. وطبعا بيستخدموا في قفش حمام جديد بتاع كده اللي هما ايه الغوات. زي ما اتفقنا يبقى الزاجل بينقسم نوعين، اللي هو المراسلات والرميات. المراسلات منها برضه الاسود والابيض والاشائي، الناس عارفة طبعا. الرميات برضه الاشائي والاسود والابيض والازرق زي المراسلات بالظبط. المراسلات عشان ليه اسمها مراسلات؟ عشان عضتها طويلة كده، وده بقى في الصورة دي زي ما شفنا الطير ده عامل ازاي والطير ده عامل ازاي. آه المراسلات تبقى عظمتها طويلة زي ما شفنا دلوقتي، عظمة طويلة متنية كده كبيرة، عشان بيجري مسافات طويلة والناس بتحبه وبتعشقه. أنا عن نفسي كان ربيت الأنواع ديت، ال5 أنواع دول، فعارف ازاي بيتقلوا وبيتربوا وبيتقلوا ويتاكلوا امتى ويشربوا امتى ويطيروا امتى. تاني نوع وهو الصوافة. الصوافة منها كذا نوع برضو كذا شكل، بس الاختلاف اللي هي عظمة قطش ملهاش عظمة زي بالصورة دي كده. منها الأبيض والأسود والأزرق والأشيائي، طبعا زي الرميات، زي ألوان الرميات بالظبط. بس الصوافة عشان عظمتها قطش فسعرها غالي زي الزيكل بالظبط، سعره غالي. الحمامتين دول بالذات أو النوعين دول أسعارها غالية جدا، بتوصل لآلافات، 2000 و3 و4 و5 عشان نوعها جميل. والحاجات دي بتتقني للتربية، نقول انا بالنسبة لي فقط للتربية، بيطيروا كل حاجة. وبس الرميات برضه انا عرفت ان هي بتستخدم في الطير، بس الثقافة حرام ان انا اطير فرد ب2000 او 3000 او 3000 جنيه ويتقفش مني او الناس تسيطر عليه في مكان اخر. هو ذكي جدا، يعني الانواع دي ذكية جدا جدا جدا، يعني الرميات ذكية فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل ذكية جدا عنده، وعارف مكانه وامتى بياكل وامتى بيشرب، فعارف المكان بالظبط بتاعه وبيعشق المكان بتاعه بنظرة عينيه، بإحساسه الجامد جدا. فبيعرفين ازاي بيحفظوا المكان بتاعهم، بالذات الرميات اللي هو الزاجل والمراسلات. ذكي جدا جدا جدا. الصوافة ذكي وكل حاجة، بس حرام ان انا اطير فرد ب3 أو 4000 جنيه ويتقفش مني، فحرام. تالت نوع وهو البل. الأباري، جمع بول. الأباري ليها أنواع كتيرة، منها السكروطة، منها الأزرق، منها الأبيض، منها الأشيائي برضو. تالت بقى نوع، طبعا أباري برضو سعرها غالي، بتستخدم في الطير والنش مع حمامتين برضو يمسكوا الحمامتين شكلهم حلو، طوال طوال يعني، فانت بيبقى طويل كده زي في الصورة ديت كده بالظبط. كل واحد يعني كل حاجة برضو الصورة بتاعتها فوق اهي وهي على طول طوال
منها الازرق، منها الابيض، منها الاشائي، منها برضو البل السقراطات. ليه انواع جميله، فيها المساويد، فيها البنفسجي، فيها المرقع، فيها منها الاحمر زي ما بقيت الالوان جمال جدا جدا جدا. الفرد بيبقى طويل، تربيته جميله، بيعشق المكان. برضو العظمه بتاعته بتبقى طويله السنه غير الصوافر، عظمته سنه تلت كده، فاهم؟ زي في الصوره بالظبط ديت تلت. ازاي لازم نتعلم واحده 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 مع بعضينا ازاي نقني الفرد. اناء يعني احافظ عليه، يعني اكله امتى، اشربه امتى، اطيره امتى، ليه ميعاد في الطيران الصبح او اخر النهار اللي هي تماسي، اللي هو بيسموها تماسي. الحمد لله عشان انا نيت الحمامتين دول، فعارف ازاي اربيهم وازاي احافظ عليهم. ويطيروا برضو، وسعرهم غالي مش رخيص، بيوصل الفرد ممكن الواحد بس بيوصل له 600 700 جنيه الفرد، 500 جنيه حسب التقليب بتاعه. الدرب الحمام عينه، الدرب اللي هو حوالين عينه ده اسمه درب. العظمة اللي هي بقه. الريشتين، في حاجة اسمها ريشة البرنس. ريشة البرنس دي بتبقى في نص الديل مقسومة اتنين، الريشة نفسها ريشة طويلة بس مقسومة اتنين، اسمها ريشة البرنس. ده معنى ان الحمام ده تقليبه عالي، ذكي جدا، جميل. رابع نوع وهنخش فيه اللي هو طبعا الكريزليات، وهو نوع منشق من الرميات، يعني في رميات وفي كريزليات. الكريزليات دي ذكيه جدا جدا برضو زي الرميات والمراسلات، ذكيه، ليها عن برضو فيها تلتين ومنها الطويل زي في الصوره دي بالظبط كده. المراسلات جميله جدا، نيتها حلوه، نفسها طويل غير الاباري، انما نفسها طويل الاباري برضو كل حاجه، بس مش زي الكريزليات والرميات واللي هو الذكي. خامس نوع وهو الشوامة، والناس بتعشقه، هي كلمة عربية يعني. الشوامة ليها 3 أنواع، منها الكركندي والحلبي والعبسي. الكركندي أزرق وديله أبيض، ماشي. الحلبي أحمر وديله أبيض. العبسي أسود وديله أبيض. وليهم بورنيطة أو دبوس غير الأنواع التانية، فاهم؟ ليها بورنيطة أو دبوس. الدبوس اللي هو حاجة صغيرة كده طالعة من دماغه. بورنيطة طبعا ودن الودن، ده حسب تقريب فرد الحمام، بيبقى طويل برضو مش قصير طويل، مش زي الاباري بس بيبقى طويل يعني. فرد الحمام طويل اللي هو العبسي ده او كركندي او الحلبي. والناس بتعشقه عشان بيطير حلو، بيحفظ المكان، بيحاول هو يسيطر على الحمامتين في الطير. والمفاجأة بقى اللي انا هجيبه بيها اللي هو الشقرباز، اللي حاجة الحبيب الناس بتحبها جدا او بتحب شكلها في الطير لانه بيتشقلب. وفرد الشقرباز بيزيد سعره حسب الشقلبة بتاعته، ممكن يشقلب قلبة 2 3 4، كل ما يزيد شقلبته او قلبته تمنه بيزيد وسعره بيزيد. ومنها ابيض واسود برضو احمر وانواع كتير كتير كده. ويا رب يكون الفيديو ينعم قصير، بس باذن الله لو ان عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش التعليق وتزيدوني افكار حلوه بانواع تانية، اللي في انواع كتيره تانية هقول لكم في حلقات او السلسله اللي جايه باذن الله من سامح سبيد. هقول لكم على انواع كتيره اللي انا ربيتها في عشتي وبربيها حاليا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب ما تنسوش الشير واللايك، والسلام عليكم.